بص هو ده الجنون بقى، جنون الكرة العربية. المغرب بتلحق شرف الأمة العربية كلها بالفوز على اسبانيا. ما تقوليش ازاي، ما تقوليش اسبانيا استحواذ 95% يا راجل. وعارف ال 5% اللي اسبانيا اللي كانوا للمغرب اللي هو الصعود، اللي هم تطليع الكوره، يعني ال 5% ده اللي هو ايه؟ المغرب بتهاجم والدفاع بتاع المغرب اسبانيا بتهاجم والدفاع بتاع المغرب بيشتت. دفاع عظيم صخره، مفيش كده. الراجل عندك رومان سايس اسد في الدفاع، اقرد قبل ما يطلع. الراجل ده ايه يا جدع؟ ده انت انا بجد انا كواحد مصري فخور ان انا كسبت المنتخب المغربي في افريقيا بالدفاع دوت. انت بتتكلم على فرقه يابا راحت ربع نهائي كاس عالم، فان انت تعرف والله كتر خيرك يا عم كيروش ان عرفت تكسب بيها المغرب دي في افريقيا. دفاع ايه الدفاع دوت بجد؟ شابوه دفاع المغرب كله. ما تنساش برده بوفال الراجل اللي قبل ما يطلع عمل اسطوره. بص كان مودي بتوع اسبانيا كده بيزحلقهم على الجليد. عندك باك شمال هناك باك يعني حكيمي، ايه الباك؟ مفيش افضل من كده في العالم بجد. تيجي جنبه رومان سايس فاجر اقرد افجر، الراجل المصراوي اللي بيلعب في حته مش في حتته اجمد. انت النهارده بتفتخر في فريق زي المغرب بجد. شابوه المغرب على اللي عملته في البطوله دي، ان توصل اول فريق عربي بيستهيأ يعملها يوصل ربع نهائي. فانت كده يعني بص ده وش وظهر. احنا كنا خلاص مفكرين المغرب وكل الفرق العربيه والافريقيه ودعت، لا المغرب النهارده بتنقذ الامه كلها، بتعمل مباراه عظيمه بدفاع مميت قدام اسبانيا ملهاش حل. اسبانيا ما تستقلش بيها، اسبانيا دي فريق كبير قوي معاها افضل. انت الراجل اللي يقدر يستغنى عن ديخيا وعن الراجل عن راموس، تعرف ان هو معاه دكه ثانيه، معاه بلاوي ثانيه. فالراجل عرف النهارده كوليد ركراكي بجد شابوه ليك، عملت اللي عليك والله. اي نعم في حمد الله ده ما نزلش، فانا متفاهم انك عاوز مهاجم. المهاجم اللي نزل مكانه ضيع كذا كوره وكانت ممكن تخش جون، لكن انت عاوز بيهاجم بيدافع قصدي. لكن حمد الله ما يقدرش يجري الجري ولا يجاري اسبانيا في الدفاع. فمبروك للمغرب ايا كان الكلام. انت ليك انك كسبت ازاي، ما تقوليش بقى الطريقه، ماليش دعوه. انا ليا ان انا فريق عربي موجود في ربع النهائي مستني الفايز ما بين البرتغال وسويسرا. فشفت القوه بتاعه المغرب بجد. شابوه للمغرب، ديما مغرب يا عم والله من هنا للصبح. ومبروك للمنتخب المغربي على شرفتونا. هو ده اكبر حاجه عملتوها، شرفتونا. كنت تستحقوا الصعود على المسيره اللي عملتوها بالامكانيات بتاعتكم اللي اقل من اي فريق اوروبي. لكن المغرب عندها كواليتي عالي جدا عن افريقيا كلها، فلازم كانت تصعد لربع النهائي. فمبروك للمغرب.